الهيبنوبيرس. ناس كتير الفترة اللي فاتت بدأت تسمع عن حاجة اسمها هيبنوبيرس ومتخيلين إن في حاجة جديدة ظهرت في الولادة الطبيعية. الحقيقة يا جماعة إن الناس اللي بتتكلم على الهيبنوبيرس هما بيتكلموا على الولادة الطبيعية بدون أي تدخلات طبية، اللي هو نسيب الحالة لحد ما الطلق الولادة يجي لوحده وتبدأ تطلق مع نفسها من غير أي محفزات طلق، والحالة ما تاخدش أي مسكنات للألم، لا إبيديورال ولا أدوية مسكنة ولا أي حاجة خالص، تبدأ تطلق مع نفسها وبتتعلم شوية تمارين معينة تعملها مع وجود الطلق من عدم، وتفضل كده لحد ما توصل لوقت الولادة. الجنين نسيب الجنين ينزل وحده تماما، مش عايزة حد يعمل شق عجان، مش عايزة حد يضغط على بطنها، عايزة الأمور تمشي بسلاسة تماما من غير ما حد يتدخل معاها. الحقيقة إن الكلام ده في أغلب الكلام اللي بيتقال فيه هو صحيح إلا بعض النقاط البسيطة. يعني ما نقدرش ننكر إن الحاجات اللي ظهرت جديد في تسكين آلام الولادة الطبيعية سهلت كتير على ناس كتير، وخلت ناس كتير مستحيل تولد من الولادة الطبيعية وكانت بتنفر منها وبتجري منها عشان خاطر الألم بتاعها. نرجع نقول لهم تاني لا، ده احنا هنولد بالألم عادي خالص وهنرجع زي زمان تاني. فده طبعا ده مردود عليه. الابيديورال مش من الحاجات اللي بتضر الجنين، مش من الحاجات اللي بتضر الأم إطلاقا. الابيديورال ديت حقنة زي أي مخدر، صحيح ليها أعراضها الجانبية، بس طبعا لما تتعمل بتقييم جيد للحالة وتتحط في الوقت المناسب ما بيبقاش فيها أي مضاعفات على الأم ولا الجنين.